بجد اوعوا تدعوا على ولادكم حتى في وقت عصبيتكم، لأن ممكن ساعتها الدعوة دي تستجاب ويكون باب السماء مفتوح، وساعتها محدش هيندم غيركم، وهتكونوا السبب في اللي هيحصل. مش هطول عليكم، تعالوا نبدأ قصتنا ونقول بسم الله. أنا إسراء، طول عمري دلوعة قوي، وماما بتحبني جدا وبتعمل لي كل اللي بتمناه، بس كان فيها عيب واحد بس، إنها ما بتتعصب مش بتكون شايفة قدامها، وعلى طول تدعي عليا ومش بتكون حاسة بنفسها خالص. وفي مرة كان عندنا واحدة صاحبة ماما، وأنا ساعتها كنت قاعدة في أوضتي بذاكر، وكانت عمالة تنادي عليا عشان أقدم لهم حاجة، بس أنا ما كنت سامعة عشان كنت قافلة باب الأوضة. ولما سمعت رحت لماما وقالت لي: انت يا زفتة اللي اسمك إسراء، أنا بقالي ساعة بنادي. معلش يا ماما، أنا ما كنت سامعة، خير عايزة حاجة؟ بجد لسه فاكرة؟ خلاص مش عايزة حاجة من وشك، غوري. ما تزعليش يا ماما، أنا فعلا ما سمعتكيش، ممكن وانتي بتنادي كان صوتك واطي. انتي كمان واقفة بتردي عليا، غوري، ردت المية في زورك. ساعتها مشيت ودخلت على أوضتي وسمعت صاحبة ماما وهي بتقول لها: ما ينفعش كده يا سهير، ما ينفعش تدعي على بنتك كده، غلط، صدقيني دعوتك دي لو استجابت في مرة لا قدر الله انتي هتندمي قوي. والنبي اسكتي يا منال، ده انا خلاص زهقت وطلع عيني، وكمان يعني يا اختي خلاص هي ابواب السما مستنيه يعني دعوتي انا. ساعتها كنت مخنوقه قوي وما كنتش عارفه اتكلم مع مين، بس قررت اني مش هتكلم مع حد، عشان ياما اشتكيت قبل كده، اشتكيت لخالتي واتكلمت مع ماما بس برضه مفيش فايده. ده انا فاكره في مره كنت بغسل الاطباق وكسرت كوبايه غصب عني، راحت ماما قالت لي: غوري الهي تتكسر رقبتك. بعديها بيومين كنت ماشيه في الشارع وسايقه العجله بتاعتي، وقعت على رقبتي وفعلا اتكسرت، بس هي برضو ما فرقش معاها، مش مقتنعه ان الدعوه دي ممكن تستجاب. وعدت الأيام وكبرت ووصلت لآخر سنة ليا في الجامعة، وكنت مشغولة بالمذاكرة جدا، ما كنتش بقعد مع ماما كتير، لحد ما يوم لقيت أمي شكلها فرحان قوي وجاية تقولي: بقولك ايه يا إسراء، أنا عندي ليكي خبر ب1,000,000 جنيه. 1,000,000 جنيه مرة واحدة؟ خير يا ماما فرحيني. عريس بقى، انما ايه، يا رب يجعله من حظك ونصيبك، ابن واحدة صاحبتي، بس ايه، دكتور، وهم ناس مستريحين قوي. طيب يا ماما، وانتي رديتي عليها قلت لها ايه؟ قلت لها هاخد رأيك، ولو تمام يجوا يشوفوكي، ولو حصل بينكوا قبول يبقى تمام. ساعتها وافقت اني اشوف العريس، مع ان بصراحة كده في واحد زميلي في الجامعة اعترف لي انه بيحبني وعايز يجي يتقدم لي، بس بعد ما نتخرج. بس وافقت اني اشوف العريس عشان ماما ما تزعلش، وفعلا جه العريس ومامته وقعدوا معانا، بس بصراحة ما حسيتش بأي ارتياح ولا قبول، ولا للعريس ولا لمامته، ناس كده متكبرين بيتكلموا من فوق كده. وبعد ما مشيوا ماما قالت لي: ها يا إسراء، ايه رأيك بقى؟ طبعا عريس لقطة وما يترفضش، دكتور وقيمة وسيمة كده، وابن ناس ومعاه فلوس، هيعيشك ملكة. بصراحة يا ماما أنا مرتحتش خالص، حاساه كده متكبر وشايف نفسه، وكمان مامته بتتكلم بطريقة كده فيها تكبر خالص، بصراحة كده أنا معجبنيش. نعم يا اختي، يعني ايه بقى ان شاء الله اللي بتقوليه ده؟ يعني ايه ما عجبوكيش؟ انت عايزاني اقول لهم ان حضرتك مش موافقة؟ هو انت تطولي ولا تلاقي عريس زي ده؟ انت بتهزري بقى. لا يا ماما انا مش بهزر، انا بقولك على رأيي، انا مش موافقة ومش مستريحة. طبعا كلامي ما عجبش ماما، بس ما قدرتش تعمل حاجة، وكلمت صاحبتها وبلغتها برأيي، وبعد ما قفلت معاها لقيتها بقى جاية تقولي: روحي يا شيخ، منك لله، ده انا كنت فرحانه وانتي كسرتي فرحتي،
يا رب ما تفرحي ابدا ولا تشوفي الفرحة حتى يوم فرحك وجوازك، ويكسر قلبك يا شيخ. ساعتها كنت مصدومة من كلام ماما ودعاها عليا، وقلبي اتقبض قوي. بس خلاص انا اتعودت على كده، وكل شوية كان يتقدم لي عرسان بس انا مش بوافق، عشان زي ما انتوا عارفين انا كنت مستنية مروان يتقدم لي بعد ما نتخرج. وعدت الايام واتخرجت على خير، وجه مروان عشان يتقدم لي وانا وافقت، وامي كمان. بس بعد ما مشي مروان هو ومامته، لقيت ماما جاية تقول لي: بقى هو ده اللي كنت بترفضي كل اللي بيتقدموا لك عشانه؟ لا يا ماما، كل اللي بيتقدموا ما كانوش مناسبين ليا. وبعدين ماله مروان؟ ده انسان محترم وكويس. ماشي يا اختي، ربنا يهني سعيد بسعيدة. حسيت ان ماما مش مبسوطة زي اي ام المفروض تفرح ببنتها، بس عادي كبرت دماغي. والحمد لله اتخطبنا، وماما كان شرطها ان الخطوبة ما تطولش ونتجوز على طول. وعدت الايام وجه يوم فرحي. اليوم ده عمري ما هنساه بكل تفاصيله. اول ما دخلت القاعة انا ومروان كنا مبسوطين قوي، وكنت فعلا زي القمر. وفجأة النور قطع والفرح باظ، حتى مولدات اللي في القاعة باظت. وساعتها روحت وفرحتي اتكسرت يوم فرحي. وبعد ما روحت لقيت حماتي طلعت وقالت: ايه ده، انت لسه مغيرتيش هدومك يا عروسة؟ ايه النور هيقطع هنا كمان؟ اصلها اقدام. نعم يا طنط، خير؟ في حاجة؟ محتاجة حاجة؟ عشان يعني حضرتك طالعة دلوقتي في الوقت ده؟ نعم يا اختي، انت من اولها عايزة تقطعي رجلي من بيت ابني؟ لا يا حبيبتي، اقفي عوج واتكلمي عادل. لا عشتي ولا كنتي اما تقطعي رجلي من هنا. اما صحيح وش فقر. كنت واقفة مذهولة، ليه حماتي تعمل كده؟ أنا ما عملتش حاجة. وفجأة لقيت مروان جه من جوه على صوت مامته، ولقيت مامته بتقوله: شفت يا مروان؟ شفت يا مروان يا ابني؟ مراتك عايزة تقطع رجلي من بيتك من أولها. ليه وليه؟ ده أنا طالعة بطمن عليكم، بقول لها يا حبيبتي ليه ما غيرتيش؟ مامتك عاملة أكل ولا أطلع لك أنا؟ لقيتها بتقولي: إيه ده وإيه اللي جابك هنا؟ عايزاني استأذن قبل ما اطلع لك كده. خلاص يا ابني انا اتركنت على الجنب يا حبيبي. انا هنزل يا ابني، انا هنزل ومش هطلع لك البيت هنا. انا مش عايزه اخرب عليك، ربنا يهنيكم. انا هنزل يا ابني، هنزل اقعد لوحدي تحت. لا عاش ولا كان يا امي، لا عاش ولا كان اللي يعمل كده. اسمعي يا اسراء، انت هنا ملكيش اي لازمه، تقعدي زيك زي الكنبه دي. الكلمه هنا كلمه امي. ولقيته رفع ايده ومدها عليا، ضربني يوم فرحي وانا لسه بفستان الفرح. ساعتها لميت هدومي ومن غير ولا كلمة ومشيت. وقبل ما امشي قلت له: انا رايحة بيت اهلي ومش هرجع لك تاني ابدا. وغوري في 60 داهية، ومين اساسا اللي عايزك تقعدي؟ ومشيت وانا مقهورة وفرحتي اتكسرت. مشيت يوم فرحي وبفستان فرحي. واول ما ماما شافتني اتخضت من منظري وقالت لي: يا خبر، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ وبتعيطي ليه؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في ايه يا بنتي؟ انطقي. قعدت وحكت لها كل اللي حصل، وقالت لي: منهم لله، ازاي يعملوا فيكي كده؟ واللي تتشل ايده ده الهي يتشل في ايده، ازاي يمدها عليكي؟ انت السبب يا ماما، انت اللي دعيتي عليا وقلتي لي قبل كده: الهي ما تفرحي حتى في جواك ويوم فرحك ويكسر قلبك. وهو حصل. واهو يا ماما كل اللي انت دعيتيه حصل وجوازتي باظت. انا مش مسامحاكي. سبت امي وهي ساكته وعينيها مليانه دموع، ودخلت اوضتي وفضلت كده فتره. ومروان جه عشان يصالحني، بس انا رفضت وقررت اني هتطلق عشان عمري ما هآمن على نفسي معاه. واتطلقت، ولحد دلوقتي حاسه ان امي هي السبب في كل اللي حصل لي، لان دعوتها اتحققت وامي ندمانه.
وحاسة بالذنب، بس بعد ايه؟ اوعوا حد منكم يدعي ابدا على ابنه او بنته في عصبيته او هزاره. اكيد مش هتفرح اما تلاقي ابنك او بنتك حاله توقف وحياته اتدمرت بسبب دعوة منك في وقت غضب. اتقوا الله في عيالكم. وبكده خلصت قصتنا، بس ما خلصتش حكاياتنا. استنوني في قصة بحبكم قوي.